تقريبا على هذا الملعب بالنسبة للفريق الهلالي. لن أطيل في الحديث عن الأجواء في هذا الملعب، أقترب أكثر من أجواء الفريق الهلالي تحديدا مع نائب رئيس نادي الهلال الأستاذ عبد الرحمن نمر. في البداية أرحب فيك عبر قنوات بي إن سبورتس. مباراة لا تحتاج إلى تقديم بكل تأكيد، مباراة مهمة، ويرغب الهلال أن يختتم موسمه بتذكرة آسيوية، يبحث بكل تأكيد عن مواصلة الرحلة في هذه البطولة المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك انها هي اولا لها عده اعتبارات المباراه. الاهم فيها انها هي باذن الله لو كسبنا انها تريحك نوعا ما في مباراه الاياب وتنقلك خطوه الى دور الثمانيه في المرحله البطوله الاسيويه. الشيء الثاني انه برضه تختم الموسم ان شاء الله وانت مقدم مستويات جيده ومتاهل دور الثمانيه، يساعد كثير حقيقه في النواحي المعنويه والنفسيه، يعني يهدي كثير حقيقه من ضغوط القلب. نعلم تماما بأن الهلال يمتلك دكة بدلاء قوية في هذا الموسم، ولكن الغيابات في هذه المباراة تزداد عن أكثر من أي مباراة سابقة. نتحدث عن كواك تايهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، ناصر الشمراني وخالد شراحيلي ربما بقرارات إدارية وفنية، ولكن وسط غياب مثل هذه العناصر عن مباراة مهمة بهذا الحجم، كيف من الممكن أن يتم التعامل مع حجم هذا الغياب؟ والله هي غيابات كبيرة ومؤثرة، وزي ما تفضلت كل اللي ذكرتهم هم نجوم، لكن أعتقد أن قدرنا السنة هذه أن احنا صار هذا غياب متكرر وواجهنا نفس الظروف أو أكثر أصعب منها في كثير من المباريات، ولكن الحمد لله يعني هو تركيز المدرب على مجموعة كبيرة من اللاعبين وإتاحة الفرصة البديل في كثير من أوقات الموسم خلق البديل الجاهز المناسب، وبإذن الله البدلاء اليوم حيكونوا جاهزين ويقدموا المستوى المأمول، والفريق يعمل كمجموعة واحدة إن شاء الله أنه ما يتأثر بغياب عنصرين أو ثلاثة. نعلم تماما بأن الهلال يخوض مبارياته في دوري أبطال آسيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد. تم نقل هذه المباراة إلى استاد الملك فهد الدولي. هنالك من ينظر بأن هذا النقل لربما إلى مساحة الملعب، إلى الابتعاد عن إقفال المناطق بالنسبة للخصوم، وهنالك من ينظر إلى أن استيعاب الملعب للجمهور أكبر. هنالك غياب للجمهور، والكل يعلم بكل تأكيد بأن الاختبارات لربما أثرت على هذا الموضوع. والله دائما اختيار الملعب يخضع لعدة اعتبارات، من ضمنها العدد المتوقع الحضور. ففي الوقت اللي نتوقع فيه حضور جماهيري كبير نختار استاد الملك فهد. لما تتوقع انه الغياب لظروف معينه، اما تكون بدايه تصفيات المجموعات او خلاف او في ضغط المباريات، فيكون ملعب الامير فيصل اهيا. الشيء الثاني مناسبه ارضيه الملعب، يعني طبعا احنا دائما قرارنا نستعين فيه بالجهاز الفني في فحص الملاعب، سواء ملعب استاد الملك فهد او ملعب ارضيه استاد الامير فيصل بن فهد، فبالتالي يكون القرار يعني مبني على عده اعتبارات، واحنا جمعنا هالاعتبارات كلها ورأينا انه استاد الملك فهد افضل لهذه المرحله. وسط ضغوط الاختبارات مرضي الحضور لكم حتى الان؟ والله طبعا الجماهير الهلاليه هي محبه وعاشقه للفريق وما تحتاج لدعوه، وهي لها الدور الكبير حقيقه في كل انجازات الهلال. يعني ما من بطوله او ما من فوز الا يكون اليد الطولة فيها الجماهير الهلاليه، وكل ما نعمل وكل ما نقدم في الموسم نحن وغيرنا حقيقه من الادارات هو كله لارضاء هذه الجماهير. نلتمس لهم العذر، وان شاء الله ما زال في وقت باذن الله انه يزيد العدد، لو يعني عدد مقبول ان شاء الله. شكرا لك.